تخيل أن تعيش في شقة صغيرة في مدينة مزدحمة وبين جدران أربعة تخفي سرا لا يمكن لأحد أن يتخيله. رجل عاش بجانب جثة صديقه لمدة عام كامل دون أن يلاحظ أحد، لا الجيران ولا العائلة ولا حتى الشرطة. كيف حدث ذلك ولماذا؟ هذا ما سنرويه لكم اليوم في قصة حقيقية أغرب من الخيال. في إحدى أحياء المدينة الهادئة عاش رجل خمسيني يدعى كريم. رجل منطوٍ قليل الكلام اعتاد العزلة بعد أن فقد عائلته في حادث قبل سنوات. الوحيد الذي بقي بجانبه هو صديقه القديم فؤاد، جاره ورفيقه منذ الطفولة. كانا يعيشان معا في شقة متواضعة، يقضيان وقتهما في مشاهدة التلفاز والحديث عن ذكريات الماضي. لكن في أحد الأيام توقف فؤاد عن الحراك، سقط أرضا ولم ينهض مجددا. كريم لم يتصل بالإسعاف، لم يخبر أحدا، فقد جلس هناك ينظر إلى جثة صديقه وكأن شيئا لم يحدث. وبدلا من الإبلاغ عن الوفاة غطى الجثة ببطانية وتركها في زاوية الغرفة. مرت أيام ثم أسابيع ثم شهور. الروائح بدأت تتسرب، لكن كريم كان يتصرف وكأن فؤاد لا يزال حيا. كان يتحدث إليه كل يوم، يسأله عن رأيه في البرامج ويشاركه الطعام، بل ويضع له كأس شاي أمام الجثة كل صباح. الناس في الحي اعتادوا على غرابة أطوار كريم، لذلك حين اختفى فؤاد لم يسأل أحد. الجيران اعتقدوا أنه ربما انتقل إلى مكان آخر أو عاد إلى عائلته في المدينة المجاورة، ولم يجرؤ أحد على ترك الباب ولا حتى الجيران الفضوليين. أما كريم فكان يعيش في عزلة تامة، لا يخرج إلا نادرا لشراء الطعام. وحين تسأله البقالة عن فؤاد يجيب ببساطة: مشغول في زيارة طويلة. بعد عام كامل تسربت الرائحة إلى الممرات. بدأ الجيران يشكون في شيء ما، وأبلغوا السلطات عن رائحة كريهة تخرج من شقة كريم. حين وصلت الشرطة لم يجدوا أي مقاومة. فتح كريم الباب بابتسامة وقال بهدوء: أعلم أنكم ستأتون يوما. دخلت الشرطة ووجدت الجثة متحللة مغطاة ببطانية قديمة في ركن من أركان الغرفة. والأغرب من كل ذلك أن كريم كان قد نظف كل شيء حولها، كأنما أراد الحفاظ على مكانها كما هو. حين سئل عن السبب أجاب ببساطة: لم أرد أن أكون وحيدا، هو الوحيد الذي بقي لي، لم أستطع أن أودعه. هذه القصة حقيقية حدثت في إحدى المدن الأوروبية، لكنها تتكرر في أماكن كثيرة بأشكال مختلفة. الوحدة قد تدفع الإنسان لفعل ما لا يصدق. ولعل السؤال الأهم ليس كيف عاش مع جثة، بل كيف عاش وحيدا كل هذه المدة دون أن يهتم أحد.